ارتقت الشهيدة على درب أخيها، ولكن هذه المرة أخت الشهيد تنتقل إلى جوار الرحمن على يد أبناء جلدتنا من المسافة 0 على الأضواء دون أي تدليس ودون أي أخطاء، وهي تحمل أبنائي الأطفال بأيديها لولا أن الله كتب لهم عمرا جديدا. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي، خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي، فإني لم أعش لأذوق ذلا ولا لأذوم في حضن حنوني، ولكن كي أذود على حماية. شربنا الذل من صوت الأعادي وسرنا كالقطيع بكل وادي، رضينا أن نكون لهم ذيولا ونلبس ذلة ثوب الحداد. نقبل كف خنزير لعين، نقبل كف خنزير لعين ونصفح كف طاهرة تنادي. فتبا للحياة إذا أهنا وأهلا بالمنون على الجهاد. اللهم إني داع فأمنه، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وجيرانا خيرا من جيرانها. اللهم إنا نسألك لها الفردوس الأعلى، فإنها استشهدت مظلومة مكلومة دون أي ذنب اقترفته يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداء المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم شاف جرح المسلمين، اللهم أزح الغمة، اللهم أزح الغمة، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.